يا صباح الجمال عليكم. كانوا قاعدين امبارح كده معايا اخواتي كده بيسألوني ليه انت كل يوم نفس اللي انت بتعمله كل يوم اخرته ايه؟ اللي هو انت كل يوم بتتابع في مذاكرة الانجليزي، كل يوم بيبقى في اوراق حواليك منك، اوراق كتير، وتقعد تكتب هتستفاد ايه؟ فده بيرجعني ان انا برضو لما اتكلمت معاهم ووصلت لهم حتة ان انا عشان ببص على النجاح اللي قدام قوي، ان انا ابقى راجل معاه 2 لغة مش لغة واحدة. وبجانب ان انا معايا 2 لغة، انا راجل باصص لقدام ان انا يبقى عندي قناة واتنين، اقدر ان انا افيد الناس اكتر، واقدر ان انا يعود عليا بنفع اكتر. فعلشان اقدر ابقى ناجح، مش هيبقى ان انا عايز النجاح واصحى الصبح الاقي النجاح بقى معايا. بس اللي نقدر نعرفه ونستنتجه ان النجاح بيروح لصاحبه. يعني ايه؟ يعني انت كل يوم بتعمل ايه؟ بتعمل خطوات توديك للنجاح ده، ولا بتعمل خطوات عكسها؟ فالعادات اللي انت متعود تعملها كل يوم هي اللي بتقول ان كنت انت هتقدر تحقق الهدف ده ولا لا. فان انا متابع كل يوم في الانجليزي بتاعي، ومتابع كل يوم في ان انا انزل في القناة بتاعتي، ومتابع كل يوم في ان انا اراجع كل الخطوات اللي انا بعملها، وبقيس كل اسبوع انا اتقدمت قد ايه وتأخرت قد ايه. فده في حد ذاته بيساعد ان انا ماشي صح. فالحمد لله. فايا كان الهدف اللي انت عايز تحققه، ايا كان، اهتم بالطريقة كل يوم ان انت بتاخد خطوات تساعدك ان انت ماشي في الهدف بتاعك. يلا نهاركوا زي الفل.